الا كنتوا تحبوا قرن الغزال تاعكم يجيكم يذوب في الفم ويكون بزاف ساهل، تبعوا معايا الوصفه، راح نمد لكم فيها كامل الاسرار، يجيكم هشيش مشيش، والاهم انه ماشي كاع بنين. نسحقوا فيها كيله تاع السمن اللي يكون دايب، نزيدوا عليهم كيله تاع الزيت، وكيله يكون نصها بالماء ونصها بالماء زهر، نضيفوهم على هذوك السوائل، ومن بعد نروحوا نزيدوا عليهم كيله تاع السكر غلاس وكيله تاع المايزينا، نزيدوا عليهم كميه تاع لافاني، ونزيدوا ثاني قرصه تاع الملح. هاد الكيله اللي كيلت انا بها خرجت لي 100 حبه، يعني نتوما استعملوا بول يكون اصغر. نميكسي هذوك المكونات مليح بالميكسور، ومن بعد نبدا نزيد عليهم تدريجيا في الفرينه اللي كنت غربلتها. وكي تتلايم العجينه تاعي لازم تكون طريه، ما تكونش بزاف تلقى روحها، وما تكونش ثاني بزاف شاده روحها. هنا نروح نوزنها كريات، يكون الوزن تاعهم 38 غرام، نغطيهم نحطهم في سنيوه ونغطيهم ونخليهم يريحوا على الاقل ساعتين في الثلاجه. بالنسبه للغرس انا نستعمل عجينه التمر تاع صفاغي، من اجود انواع الغرس اللي كاينين في الجزائر، بزاف طريه وما فيهاش كامل النواه، وتجي ثاني بزاف بنينه. نزيد عليها شويه تاع الزيت، شويه تاع المزهر، شويه تاع القرفه، وكميه تاع الجلجلان. بعد ما نعجنهم نروح نحطهم على سطح العمل وندلكهم هكذا، وإلا كانت قاسيه زيدوا لها شويه تاع الزيت، ندلكها حتى وين تولي هكا تتلصق مليح في يدي. ومن بعد نروح نوزنها، الوزن تاع 14 غرام لكل كريه. نغطيهم تاني هذوك الكريات تاوعي، وكي تريح العجينه نروح نخدم بهذا الشكل هذا. نفتح العجينه على شكل مثلث، نزيد نفتح هذاك التمر تاعي على شكل حربوش، نحطوه من الطرف للطرف يعني ماشي غير في الوسط. ومن بعد نغطي مليح بالعجينه ونفتح هكذا حربوش، يكون شويه رقيق في الوسط، ويكون يعني رقيق في الاطراف، ويكون تاني بومبي في الوسط. ومن بعد تروحوا تستعملوا الكوبات ولا تستعملوا غلاق تاع بواطه، يعني نتوما واش يساعدكم. انا يساعدني هاد اللقطه، وكل واحد يخدم وين يحب، المهم انه يكون نظيف وخلاص. نجوز هكذا، ننقش هذوك الحبات تاوعي كامل كل جهه وحدها، ومن بعد نعاود نجوز عليهم تاني شويه برك من الفوق باش نعاود نتحفهم مليح مليح. ومن بعد نروح نحطهم في السنيوه تاعي ونشكلهم هكذا، يعني نعوجهم غير شويه ونخليهم يريحوا اقل شي ساعه حتى وين يشدوا مليح لا فورم تاعهم. بعد ندخلهم يطيبوا على 180 درجه، كي يتحمروا من التحت نزيد نحمرهم من الفوق، ومباشره نخرجهم وهما سخونين نعسلهم. وهذه هي النتيجه النهائيه تاعهم، وهذه هي الوصفه. ان شاء الله تكون عجبتكم. باي.